السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة هيستوريا. معكم الباحث في علم المصريات أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم في لقائنا الجديد. النهارده هنتكلم عن العصور التاريخية المصرية القديمة. ده طبقا لبعض الطلبات اللي وصلتني إن الناس عايزة تعرف تاريخ مصر القديم والمراحل التاريخية والملوك وأعمالهم التاريخية والأثرية. هنبدأ النهاردة أول محاضرة من محاضرات أو أول لقاء من لقائنا هو العصور التاريخية في مصر القديمة. مصر تعرضت لأكثر من 8 مراحل تاريخية وهنتكلم عنها دلوقتي. كل مرحلة لها سماتها ولها ملوكها ولها صفاتها الخاصة بالنسبة للنظام السياسي والاقتصادي والديني والمجتمعي. أول مرحلة من مراحل التاريخ المصري القديم وهي عصور ما قبل التاريخ، والعصور دي عصور امتدت لآلاف السنين احنا مش عارفين عمرها قد ايه، منها العصور الحجرية والعصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث والعصر النحاسي وعصر اكتشاف المعادن واكتشاف النار، وبعد كده حصل بدايات الاستقرار. ومن الفترة ديت كانت فترة الأسرة الصفر والأسرة الصفرين، وفيها مظاهر حضارية زي منطقة حضارة نقادة الأولى ونقادة الثانية وحضارة بني سلامة وحضارة المعادي. طيب، الفترة دي انتهت في القرن الرابع قبل الميلاد، وبتبدأ بعد المرحلة دي المرحلة الثانية وهي أشهر مرحلة من المراحل، هي العصر العتيق. والعصر العتيق ده بياخد الأسرة الأولى والثانية، وهو بداية تحقيق المركزية وتحقيق الكتابة وبداية نظام الحكومة في مصر القديمة، وقعد من أواخر القرن الرابع وحتى الأسرة وحتى سنة 2800 قبل الميلاد. نيجي بعدها المرحلة أقوى مرحلة في تاريخ مصر القديمة وهي عصر الدولة القديمة، وبدأت من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة اللي بتنتهي بعهد الملك بيبي الثاني اللي حدثت في عهده الثورة الاجتماعية الأولى، وده هناخدها في لقاء تاني لوحدها لأن فيها حاجات كتير وأحداث كتيرة جدا حصلت في الفترة دي. طيب، الفترة دي عصر العتيق قعد قد إيه؟ قعد من أواخر القرن الرابع وحتى سنة 2800 قبل الميلاد. طيب، الدولة القديمة هنرجع لها تاني. احنا قلنا بتبدأ من الأسرة الثالثة لحد الأسرة السادسة وبتنتهي بعهد الملك بيبي الثاني. طب قعدت فترة قد إيه؟ من سنة 2800 لسنة 2300 قبل الميلاد. الفترة دي قعدت 500 سنة. قعدت 500 سنة. الفترة دي اللي كان فيها خوفو وخفرع ومنكورع، الثلاث ملوك اللي هم أشهر ملوك في مصر القديمة اللي هم أصحاب الثلاث أهرامات وهي أهرامات الجيزة. تمام؟ طيب، الأماكن الأثرية أو الآثار بتاعت الفترة دي فترة الدولة القديمة انتشرت فين؟ انتشرت في جيزة وسقارة ودهشور وميدوم، وكانت الآثار عبارة عن إيه؟ عن أهرامات، معابد، مقابر. كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل بس في حلقات منفصلة. طيب، المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة العصر الانتقالي الأول. عصر الانتقال الأول احنا قلنا الملك بيبي انتهى حكمه بإيه؟ بالثورة الاجتماعية الأولى، والثورة الاجتماعية الأولى كانت بداية عصر الإضمحلال أو عصر عدم الاستقلال أو عصر اللامركزية الأولى أو العصر الانتقالي الأول. يتسمى بكذا اسم الفترة دي. الفترة دي كانت أواخر الأسرة الستة وحتى نهاية الأسرة العاشرة. يعني خدت من 6 ل10 حوالي 4 أسر، وخدت فترة كبيرة جدا من سنة 3200 قبل الميلاد لسنة 2100 قبل الميلاد. فترة كبيرة مش صغيرة. كان فيها النظام الفردي في النظام الدين، والسياسة كانت غير مستقرة، وكان قال على حسب البرديات ان في الفترة دي كان كل يوم بيمسك ملك جديد على مصر. فمسك مصر عدد من الملوك احنا مش عارفين اساميهم ومش عارفين اصلا عملوا ايه في الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر من المراحل المظلمة جدا في تاريخ مصر القديمة اللي محدش خدها على محمل الجد وما نعرفش ملامحها 100% لحد دلوقتي. كل اللي وصل لنا اصلا من الحضارة المصرية اللي بنتكلم فيها دلوقتي ما يقرب من 10% فقط، فما بالك من فترة مظلمة لسه ما نعرفش عنها شيء. وهنحاول نطلع ونقتص الحقائق عن الفترة دي في حلقات منفصلة. طيب، العصر الانتقالي الأول قعد من 3200 قبل الميلاد لسنة 2100 قبل الميلاد. بيجي بعدها مرحلة الدولة الوسطى اللي هي بتاخد الأسرة ال11 وال12.
يبقى دولة وسطى خدت أسرتين بس، الأسرة 11 وال 12، وكان فيها استقرار حكومي وديني والعلاقات خارجية وداخلية جوه مصر وخارج مصر، وكانت حتى وصلت لعلاقات سياسية وعسكرية ودينية وتبادل تجاري في الفترة دي، وبرضه إصلاحات داخلية وخارجية. فكان الفترة دي فترة حضارية لمصر، بدأوا يرجعوا لإحياء القديم، وإحياء القديم هو إحياء الحضارة المصرية القديمة بتاعت أجدادهم بتوع الأسرة من الأسرة الرابعة للأسرة السادسة اللي هي حضارة الدولة القديمة. طيب، حضارة الدولة الوسطى وآثار الدولة الوسطى انتشرت فين؟ في الفيوم، في عين شمس، في الأقصر، في دندرة. هتلاقي منها معابد وهتلاقي منها مقابر، وهتلاقي برضو لما نيجي ندور في الدولة القديمة هنلاقي في حاجة اسمها معابد الشمس الموجودة في اليوبلس اللي هي في عين شمس. طيب، الأدب ظهر في الفترة دي اسمه الأدب الكلاسيكي. طب الفترة دي قعدت من كام لكام؟ قعدت من وسط القرن ال21 لحد وسط القرن ال18، من منتصف القرن ال21 لمنتصف القرن ال18. خد بالك معايا، تمام؟ يعني فترة كفيلة وفترة كبيرة جدا على أسرتين، احنا بنتكلم في أسرتين ال11 وال12 بس. طيب، نيجي بعد كده لمرحلة أخطر مرحلة من مراحل التاريخ المصري القديم، وهو العصر الانتقالي الثاني. كان في منتصف القرن ال18 لحد أوائل القرن ال16، وحدثت أحداث كبيرة جدا في الفترة دي، منها دخول الهكسوس مصر، ومنها اللي بيقول لك حصل فيها أحداث فرعون الخروج وخروج سيدنا موسى واليهود. احداث كتيره جدا حصلت ومش عارفين ايه هي الحقيقه وهو الكذب، بناء على ما يقال في الكتب التاريخيه والبرديات، ومنها الحقيقي ومنها المزيف، و50 منها 50% منها حقيقي و50% منها مزيف. العصر الانتقالي قعد فترة كبيرة جدا من منتصف القرن ال18 لأوائل القرن ال16، والفترة دي دخل فيها الهكسوس مصر واحتلوا أواريس، وقعدوا فيها لحد ال16 لحد ما بدأت تحصل حركة الخروج وحركة التوحيد في ملوك الأسرة ال17 اللي هو الملك كامس، وانتهى بالملك أحمس اللي هو حرر مصر، وابتدت من الملك أحمس الأسرة ال18. طيب، المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الدولة الحديثة. مرحلة الدولة الحديثة، مرحلة مش دولة، هي مرحلة إمبراطورية، الإمبراطورية المصرية الحديثة. الإمبراطورية دي خدت من الأسرة ال18 للأسرة ال20، أسرتين بس، وكانت فضلت من القرن ال16 للقرن العاشر، يبقى من أوائل القرن ال16 بالظبط عشان نكون متفقين، من أوائل القرن ال16 لحد وسط القرن العاشر. والفترة دي كانت فترة كبيرة جدا وحصل فيها انتصارات كبيرة جدا، ومن أشهرها الملك أحمس وملك تحتمس وعصر الرعامسة، وعصور كتيرة جدا حصلت في الفترة دي. ومصر كان فيها آثار مهولة، حتى لما تيجي تبص على الآثار اللي موجودة في مصر في الفترة دي عظمة تفوق الخيال. تعال ندور كده في المقابر اللي موجودة في طيبة وفي الأقصر، في البر الشرقي والبر الغربي، معبد الأقصر، مجموعة معابد القرنق، حتشبسوت، معبد الدير البحري، آثار كتيرة جدا حصلت في الفترة دي. طيب، طبعا كل فترة هناخدها على حدها وأعمال ملوكها، احنا بس اللي بناخد الرتوش والإطار الخارجي لكل فترة. طيب، نيجي بعد الفترة دي، هي الفترة بتاعت العصر المتأخر. والعصر المتأخر خد من الأسرة من الأسرة ال21 لحد الأسرة ال30. العصر المتأخر من أهم العصور في مصر القديمة، وحصل فيه بروباجندا كتيرة جدا وتغيرات كتيرة جدا في النظام السياسي الداخلي والخارجي في مصر القديمة. طب تعالى نتكلم كده عن الأسر وعن الحكام اللي حكموا مصر في الفترة بتاعت العصر المتأخر. العصر المتأخر ابتدى من القرن العاشر قبل الميلاد لحد سنة 332 قبل الميلاد، ودخول الإسكندر مصر. ودخول الإسكندر مصر أسس الدولة أو الأسرة رقم 31، لكن مش هنتكلم عنها النهاردة. معاك أول أسرة معانا الأسرة ال21. الأسرة ال21 دي حكام كهنة أمون في الجنوب والبيت المالك في الشمال. مصر اتقسمت لبيتين حاكمين، بيت في الجنوب وبيت في الشمال، وكانوا يسمى عصر النهضة، وكان بدأ من سنة 1085 لسنة 950 قبل الميلاد. طيب،
بعد كده الأسرة ال 22 والأسرة ال 23 حكم فيها حكام استوطنوا غرب البلاد، وهم الحكام دول من أصل ليبي، ومدة حكمهم من سنة 950 لسنة 730 قبل الميلاد. الفترة اللي بعدها الأسرة ال 24 حكم فيها حكام مصر وحكام مصريين استوطنوا في من سايس أو سايس على حسب ما يقال. سايس دي في مصر القديمة، ويعني الحكام كانوا مصريين مش حكام من بره مصر. حكموا مصر الأسرة ال 24 وهيرجعوا يحكموا مصر تاني. طب الأسرة ال 24 دي من سنة كام لسنة كام؟ من 730 ل 715. الأسرة دي قعدت 15 سنة. طيب يجي بعد الأسرة ال 24 الأسرة ال 25. حكم مصر في الفترة دي حكام من نباتا. نباتا دي كانت جنوب مصر في النوبة أو بعد النوبة بشوية. وبعد كده حصل دخول الاشوري، وهو الغزو الاشوري الاول والغزو الاشوري الثاني والغزو الاشوري الثالث. وفي الفتره دي حصلت ثلاثه غزو من دوله اشور او الاشوريين. طيب فتره حكم الاسره دي قد ايه؟ من 715 ل 663 قبل الميلاد، فتره برضو كبيره على اسره واحده. طيب الاسره 26 حكم فيها ملوك من سايس تاني، كانت حوالي 663 ل 525 قبل الميلاد. طيب معانا الأسرة ال27 وحكم فيها ملوك من فارس بعد الغزو الفارسي الأول، وحكموا مصر من سنة 525 لسنة 404 قبل الميلاد. يعني الفرس أثروا في مصر في الفترة اللي قعدوا فيها دي وتأثير كبير جدا، لأن كانت فترة كبيرة وأكيد أثروا على النظام السياسي والاقتصادي والثقافة المصريين. طيب نيجي بعد كده الأسرة ال 28 الأسرة ال 30 كانت من حوالي من 404 قبل الميلاد ل 341، ومفيش معلومات كتيرة عن الفترة دي، بس هنحاول نجيب لكم معلومات عشان تكون معلوماتنا كلها واضحة وصريحة ومعلوماتنا كاملة فيما يخص الأسرات وملامحها إيه الداخلية والخارجية. طيب الأسرة ال 21 اللي هو الغزو الفارسي الثاني ودخول الإسكندر الأكبر مصر، ودخل مصر سنة 341 من سنة لسنة 332 قبل الميلاد. لحد كده ووقفنا مراحل التاريخية في مصر القديمة. كده المراحل التاريخية في مصر القديمة، لأن بعد كده هنتكلم عن دخول الإسلام مصر. كده مراحل مصر الحضارة المصرية القديمة عرفناها والمراحل التاريخية. إن شاء الله في المحاضرات الجاية واللقاءات الجاية هنتكلم عن كل مرحلة وملوكها وأعمال الملوك بتاعتها. تابعونا إن شاء الله على القناة وتابعوا الحلقات عشان تشوفوا كل جديد، ويا ريت الاشتراك واللايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.